في العناوين: الركراكي يخطط لتجربة ثنائية جديدة في دفاع المنتخب. كلام كبير من إلياس بن صغير بعد انضمامه للمنتخب المغربي. نترككم مع التفاصيل. يستعد الناخب الوطني وليد الركراكي لتجربة ثنائية جديدة في محور دفاع المنتخب الوطني المغربي خلال المباراتين الوديتين القادمتين أمام منتخبي أنغولا وموريتانيا على ملعب أدرار بأكادير. وتأتي هذه الخطوة بعد استبعاد القائد رومان سايس من قائمة المنتخب الوطني، مما دفع المدرب إلى البحث عن بدائل مناسبة في خط الدفاع. ومن المتوقع أن يبدأ الركراكي بتجربة ثنائية جديدة في محور الدفاع تتكون من نايف أكرد ومدافع آخر، مع إمكانية توظيف شادي رياض في المباراة الودية الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، يخطط المدرب الوطني لمنح الفرصة للثنائي عبد الكبير عبقار وأشرف داري للمشاركة في المباريات الودية، بهدف تقييم مستوى جميع اللاعبين قبل الاستحقاقات القادمة. ويبدو أن الركراكي يسعى لاختبار مختلف الخيارات في خط الدفاع من أجل الوصول إلى أفضل ثنائية قادرة على ضمان صلابة دفاع المنتخب الوطني في المباريات الرسمية. عبر لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وموناكو الفرنسي إلياس بن صغير عن سعادته بالالتحاق بالمنتخب الوطني، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث الاهتمام بالمواهب الكروية المغربية في الخارج. وأضاف متوسط ميدان موناكو الفرنسي إلياس بن صغير لدى وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما العناصر الوطنية يومي 22 و 26 مارس الجاري على التوالي أمام منتخبي أنغولا وموريتانيا، في تصريح صحافي أنه لبى نداء الوطن وعازم على تقديم الإضافة داخل النخبة الوطنية خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة. واعتبر اللاعب الجديد لأسود الأطلس بأن اختياره اللعب مع المنتخب المغربي أملته قناعاته بكونه يمثل وطنه الأم، معبرا عن الأمل في أن يشكل جزءا من نجاحاته ويحقق معه الألقاب. من جانبه، عبر لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وريال مدريد الإسباني يوسف الخديم عن فخره بنيل شرف التواجد ضمن المنتخب الوطني. وأوضح الخديم في تصريح مماثل أنه يتمنى تقديم الإضافة لكتيبة المنتخب الوطني المدججة بالنجوم. من جهته، أشاد لاعب المنتخب الوطني أمين عدلي بالأسماء الجديدة الملتحقة بلائحة الأسود، معتبرا أنها ستشكل قيمة مضافة للنخبة الوطنية. وأكد عدلي بأنه بانفتاح المنتخب الوطني على المواهب الكروية المغربية في دول العالم سيستفيد من قوة أكبر، مضيفا أن هذا الاهتمام بالمواهب الشابة سيخدم تطور النخبة الوطنية من أجل تحقيق النتائج المرجوة في قادم الاستحقاقات. وكان الناخب الوطني وليد الركراكي وجه الدعوة لإلياس بن صغير ويوسف الخديم استعدادا للمباراتين الوديتين المقبلتين ضد أنغولا وموريتانيا. وتضم لائحة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما العناصر الوطنية